nothing compared to Egypt. كده شفنا الدور الاولاني، في شفنا طبعا الاستمتاع الفرعوني ومجموعه الفراشات والمقتنيات الاثريه، وشفنا الزواحف. ايه رايكم في الدور؟ في اي اسئله؟ اتفضل اتفضل. هنا عندنا الدور الاخير بقى في الجنينه، بيضمه طبعا معظمه كله طيور. الفاترينا دي فيها مستر فلاور، ده اللي هو كان مدير الجنينه وهو اللي انشأ المتحف. جنسيته كانت انجليزي، تقريبا انجليزي. وهنا طبعا دي التخاريط القديمه بتاعت الجنينه والكتب العلميه اللي كانت موجوده في الوقت اللي هو كان موجود فيه مستر فلاور. أثرت عليهم فين؟ فندم؟ أثرت عليهم فين؟ دي كانت موجوده في الحديقه، الحاجات دي كلها كانت موجوده في الحديقه من زمان. طبعا دي صور طبعا للجور بتاعت الحيوانات شايفينها، وهو اللي بنى البيت الفيل وعمل حاجات كتير جدا في الجنينه. طبعا دي كتب طبعا كلها عن الطيور كانت موجوده في الوقت دوت. اتفضلوا. هنا عندنا برضو ايه اللي جاب الفار مع الطيور؟ هو حاطين هنا طبعا الفار كان موجود مثلا اتحط على اساس ان هو بيدي منظر برضو تغيير شويه بالنسبه للناس. دي حاجات ابو موسى، الحاجات دي كل في او ابو منجل المقدس، دي حاجات انقرضت، في حيوانات منقرضه كتيره، وفي حاجات متحنطه من سنه 1897. في حاجة منهم هنا في الجنينة؟ في طبعا عندنا ابو منجل المقدس، وعندنا بعض العقاب دي موجوده عندنا في الجنينه. انما طبعا في حاجات كتير جدا انقرضت. نيجي بعد كده، ده طبعا انواع كتيره من البيض بتاع الطيور. بيت حقيقي؟ طبعا ده بيض حقيقي بيبقى متفرغ ومحطوط هنا في الفاترينا دي اللي انتم شايفينها. هم ازاي دينا. بيفرغوه من غير ما يكسروا البيضة؟ يعني طبعا بيحصل ثقب كده في البيضه بحيث انها تتفرغ وتحط لها مواد بحيث انها تبقى ما تطلعش ريحه بعد كده. بالنسبه ده النعام طبعا الافريقي، طبعا ده البيض بتاعه. ما بيبقاش سهل انه يتكسر بعد ما لا طبعا بيبقى البيضه بتبقى قويه جدا، طبعا لو وقت طبعا على الارض ممكن طبعا تتكسر برضه يعني. في بعد كده للبجعيات، طبعا ده البجع، في بجع بني وفي رمادي، انواع كثيره منه موجود عندنا طبعا البجع في الجنينه. وده البشروش، لا ده اللي هو اللون ده بيبقى نوع البجع نفسه. وهنا البشروش طبعا ده موجود عندنا في الجنينه. صور في هنا وفي هنا برضه، طبعا بيبان طبعا منظر للمتحف جميل جدا من الدور دوت. تقدر تاخد بيبين الهول اللي قدامكم.
طيور الجرحى بقى عندنا انواع النسور والصقور اللي قدامكم دي كلها باينه زي صقر الفوهيا، في الرخمه المصريه، في انواع كتير جدا من الطيور الجارحه معروضه قدامكم. برضه الباترينا دي برضه عقاب. لا في كتير جدا الحاجات دي كلها منقرضه، يعني في حاجات كتير مش موجوده، ولكن يعني في عندنا يعني من الصقور عندنا نسبه حلوه من الصقور يعني. طيب هو الحيوانات دي معظمها مش من مصر، او الطيور دي ازاي بيستوردوها من بره، او ازاي بيجيبوها من بره عشان يحنطوها هنا؟ والله هنا في برضه عندنا جزء كبير جدا، احنا طبعا بنجيب ممكن حيوانات من بره، مش شرط تكون بيئه افريقيه، ممكن نجيب حيوانات من بره بنستوردها بتبقى موجوده في مصر. بالنسبه للطيور طبعا دي بتبقى طايره، ممكن اثناء الهجره الطيور بنقدر يعني نحصل على جزء كبير منها. بنجيبها صاحيه ولا بنجيبها متحنطه؟ لا بنجيبها تبقى موجوده صحيه طبعا، الاول من الحيوانات عندنا في الجنينه. ده هنا نسبه هنا الجوارح زي صقر الشاهين ده، الحاجات اللي هي قليله جدا. هنا الفاترينا دي اللي هو عندنا انواع طيور جدا موجوده قدامكم، تقدروا تتفرجوا عليها. دي كلها دي طيور الشاطئ اللي بتعيش على الشاطئ، بنسموها طيور الشاطئ. نيجي بعد كده برضو نفس تكمله طيور الشاطئ موجوده عندنا زي النوارس وانواع كثيره. لا في طيور موجوده كتير زي ما هي موجوده، لا دي طيور معظم الانواع دي موجوده لغايه دلوقتي. في برضو انواع تانية برضو من الحمام، انواع كتيره جدا، حمام التلج، حمام الجبلي، في انواع كتيره جدا من الحمام. طب برضه الحمام ده مش بيبقى موجود في مصر صح؟ لا في منه جايبينه، في منه من مصر وفي منه من خارج مصر، بس معظم يعني كده معظمهم بيبقوا موجودين في مصر. دي هنا مثلا للببغاوات بقى عندنا الكوكاتو، عندنا الوان كتيره. دي بتبقى لا يعني دي حقيقيه دي ليش قصدك على الشجر ده؟ دي كلها دي كلها صناعي، الشجر ده كله ده صناعي ده طبعا. طبعا دي بقيه الببغاوات كلها. اتفضلي. الطيور في الباترينا بتحتاج درجة حرارة معينة عشان الريش والألوان ولا؟ طبعا كل عندنا الفاترين لازم يعني نظبط درجه الحراره ودرجه الرطوبه والاضاءه وكل حاجه طبعا دي كلها عشان نقدر نحافظ على المحنطات. يعني بتختلف من باترينا لباترينا ولا كلها بنفس؟ لا معظم الفاترين كلها نفس درجه الحراره. اتفضل. المر برضو هنا عندنا ابو قرن، هنا ده برضو من الحيوانات اللي هي القليله جدا. دي كلها انواع كثيره جدا من الطيور عندنا، حنط طبعا مختلفه الاحجام، احجام صغيره جدا من العصفوريات هنا حجمه صغير جدا. نيجي هنا بعد كده كل دي عصفورية، عصافير كلها بأنواع مختلفة. برضو هنا كل دي أنواع كتيرة جدا من العصافير موجودة.
بعد كده الفاترينا دي المقتنيات القديمه عندنا في الجنينه، البنادق، الطرابيش زي ما انتم شايفين، الاقفال، الاختام. دول كانوا اتفضل. بيستخدموا طب ايه اللي جاب يعني البنادق والكلام ده؟ دي ايام الملك فاروق كان اللي بيستخدموا البنادق اللي هي دي في صيد الحيوانات. فدي طبعا دي مجموعه اثريه بقى لها فتره طويله جدا. وده عندنا هنا حتى من البوم الملك عبد العزيز ال سعود اللي جه زار الجنينه، معمول البوم، ودي صوره للملك فاروق لما كان برضو موجود في الجنينه زارها. ودي ده اوز الفول، ده الملك فاروق كان اهداه للجنينه سنه 43. طب هو ايه علاقة الفناجيل والحاجات دي بالحيوانات يعني كده؟ لا دي يعني دي مقتنيات اثريه، دي كانت ايام زمان ايام الملك فاروق، وكان الحاجات دي كانت بيستخدموها في الجنينه هنا، هي والطرابيش دي كانت بتاعت العمال، البنات دي كانوا بيستخدموها، وفي الاختام دي حاجات اثريه موجوده في الجنينه. ما بيبقاش مثلا متاحف زي المتحف المصري؟ لا هي كده هتبقى دي مقتنيات، يعني جايبين مثلا بنادق، فناجيل، حاجات مقتنيات بسيطه من زمان قوي يعني. دي عندنا الفاترينا دي اللي بتضم مجموعه من الفراشات والحشرات، بتعرض لاول مره في الحديقه. ما كانتش موجوده طبعا، كل دي حاجات كلها حقيقيه ومتحنطه وزي الفل. هو لون الفراشات ما بيتغيرش؟ لا 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 طبعا لون الفراشات ما بيتغيرش، واحنا طبعا في مواد بنحطها معاها بحيث ان احنا نحافظ على اللون بتاعها. اتفضل. لا 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 اكيد هتلاقي في الجو فراشات كتير يعني. طب حضرتك ازاي احنا بنحنطهم؟ يعني انا شايفه الفراشات صغيره جدا، بعدين يعني ازاي بتتحنط؟ طبعا دي ليها طريقه معينه في التحنيط طبعا، او ان هي تبقى بتتجفف بحيث ان هي تبقى يعني تظهر بالمنظر اللي هو قدامك ده. طبعا من غير ان احنا بنحط لها طبعا مواد بتقدر تحفظها بحيث انها تحتفظ بالالوان بتاعتها وما يحصلهاش اي تلف في الحشرات. طيب هو يعني الفراشات دي احنا ما بنشوفهاش دلوقتي في مصر، موجودة فين؟ طبعا في حاجات طبعا مش موجوده دلوقتي، وفي حاجات ممكن تلاقيها موجوده دلوقتي. الحاجات دي كلها قديمه جدا، ومن حاجات اللي هي مش موجوده دلوقتي خالص. في منها انواع كتيره مش موجوده. في فراشات في طبعا فراشات في الجنينه بقى، لكن طبعا دي حاجات قديمه جدا مش موجوده دلوقتي خالص. قدامنا دي البيئة البحرية، دي حيوانات وطيور بتعيش في شاطئ البحار. طبعا عندكم امثال طبعا زي الفقمة، زي سبع البحر، زي عروس البحر، انواع من البجع، كتير جدا من الحيوانات اللي بتعيش على البيئة البحرية، بتعيش في البيئة البحرية. طب حضرتك البجع ده بياكل ايه؟ ده البجع عندنا البجع الابيض، وفي البجع البني، ده بيتغذى على الاسماك. والكيس اللي هو بيبقى تحت المنقار ده بيقدر يشيل حوالي لحد كيلو ونص من السمك، يقدر يخزنه على اساس يعني وقت ما بيبقى جعان بيقدر يطلع وبياكل منه. طب هو في منهم ايه اللي موجود في مصر؟ عندنا موجود اللي هو البجع الابيض موجود، وعندنا البجع البني، دول موجودين عندنا. طيب السمك اللي ده سبع البحر، ده عندنا برضو موجود منه في الجنينه. ونيجي برضو للفقمه، دي مش موجوده دلوقتي يعني، عندنا دي من الحاجات اللي هي النادره شويه. ودي عروس البحر، طبعا يطلق عليها المصريين الاسم دوت على اساس انهم كانوا بيتفائلوا بيها يعني. ليه سموها عروس البحر؟ هي دي كانت من قديم الزمن، كانت بتطلع للصيادين، وكانوا اطلقوا عليها الاسم دوت ان هي عروس البحر. ماشي. ودي من الثدييات طبعا معروفه يعني. اتفضل.
تمام. هنا يجي الفاترينا. هنا الفاترينا ديت منطقه الامازون اللي هي امريكا الجنوبيه. حيوانات طيور زواحف بتعيش في امريكا الجنوبيه. عندنا امثال مثلا عندنا التوكان، الكوكاتو، المدرع، القوطي، المرمس، الاجوانا. حاجات كلها دي بتعيش في الامازون اللي هي امريكا الجنوبيه. هو في حاجات انقرضت؟ في طبعا حاجات منها انقرضت وفي حاجات موجوده. في امريكا الجنوبيه. نيجي هنا للجزء دوت. هنا عندنا مجموعه من الجماجم زي الايل سمار والغزال وكده. دول حاجات كلها منحوته كانت موجوده في الجنينه من زمان جدا. الحاجات دي كلها نادره. نيجي بعد كده لجمجمه بكيل. وهنا كبش قروي. قلنا زي ما احنا قلنا الكبش قروي دوت من الحيوانات اللي هي منقرضه وبتعيش في افريقيا وفي جبال النوبه. نيجي بعد كده للباترينا دي. اتفضلوا. دي عالم القردة القديم زي الميمون. طبعا ده كان بيطلع زمان في الافلام القديمه، كنتوا بتشوفوه طبعا في التلفزيون. والعبلنج وانواع كثيره جدا من القرود اللي هي العالم القديم بتاع القرود. وغذائهم كله على الفاكهه؟ برضه معظم الحيوانات دي بتاكل فاكهه، موز، تفاح، برتقال، جميع الفاكهه، الفراوله، اي نوع فاكهه بياكلوها طبعا القرود. بنتحرك بعد كده للتطور في الرئيسيات. بنبدا بحيوان اسمه الذبابه. ده حيوان بيشبه الفار. بعد كده الليمور والمرمس لحد ما نوصل للشمبانزي. دي اعلى حاجه في الرئيسيات، دي اقرب حاجه للانسان. طبعا عندنا في الجنينه مفيش غوريلا، فطبعا الشمبانزي والانسان الغابه اقرب حاجه لاعلى حاجه في الرئيسيات. نيجي بعد كده الفاترينا دي بيبقى فيها انسان غابه وشمبانزي. ده انسان غابه. ده موجود عندنا عنده في الجنينه، في موجود في الجنينه منه. مفترس؟ طبعا هو قوي جدا طبعا. قوته يعني تعادل 10 اضعاف رجل رياضي مش رجل عادي. طب حضرتك قلت لي ان هو مفترس، هو بيتغذى على اللحوم ولا نباتي؟ لا هو مش معنى مفترس ان هو يعني زي الاسد او النمر. لا هو يعني مقصود منه ان هو قوي جدا، قوته قويه جدا بتعادل 10 اضعاف رجل رياضي، يعني راجل بيلعب رياضه. فطبعا ده ما بياكلش لحمه، بياكل فاكهه، تفاح، بياكل جوافه، بياكل اي نوع من انواع الفاكهه. دي الكيسيات زي الكونغور والولابي والمدرع وانواع كثيره جدا من الكيسيات. طبعا عندنا الكونغور ده في منه 90 نوع بيعيش في استراليا، ودايما بيعيش في بيعيش في اسراب مع بعضيها ومجموعات، وبيوصل طوله حوالي 2 متر. هو في منهم هنا؟ وفي منهم في الجنينه. عندنا الكونغور الاحمر ده موجود في الجنينه، وفي منه 90 نوع، وفي النوع الرمادي، في كذا نوع من في منه انواع انقرضت؟ لا معظم الانواع موجوده. نيجي هنا، دي اخر فاترينا عندنا في المتحف. دي اكلات اللحوم كلها عندكم زي الاسود، الببر اللي هو النمور، القطط البريه والفهد والدبب، كل دي اكلات لحوم. القطط البريه دي موجوده هنا في مصر عندنا؟ دي هيكل ده محنط لاسد افريقي، مش قطط البريه. قدام شويه كده هتلاقي القطط البريه دي طبعا كل حاجه في دي، يعني كل حيوان بيبقى ليه خواص بالنسبه للحجم وبالنسبه
يعني حاجات كتيره جدا بنقدر نقسمها ونقدر نعرف نوع الحيوان. يعني النمور مثلا ليه احجام، الاسود اكبر، فكل حيوان بيبقى ليه حجمه وكل حيوان ليه خواص بتاعته. بالنسبه في الدبب، انواع الدبب الكتيره كلها برضه بتغذى على اللحوم. في النمر الاسود، في الفهد اللي هي الشيتا، دي طبعا دي بيستخدم للصيد، يعني بتدرب وبتستغل في صيد الغزلان وكده، وبتوصل سرعتها لحد 120 كيلو متر في الساعه. دي موجودة هنا في دي عندنا في الجنينه منها موجوده. والنمر بالنسبه للنمر الاسود عندنا موجود، الدب البني والانواع كتيره جدا دي عندنا موجوده في الجنينه برضه. كده خلصنا المحنطات من حيوانات وطيور وزواحف. بنيجي لاخر جزء بقى عندنا اللي هو المحنطات، الهياكل العظميه اللي موجوده في منتصف المتحف. عندنا هنا الهياكل العظميه طبعا بعد ما شفنا، طبعا مرينا على المتحف وشفنا الحيوانات المحنطه والزواحف والطيور وكل حاجه. ده اخر جزء عندنا في المتحف اللي هو الهياكل العظميه. بتضم هياكل عظميه لبعض الحيوانات زي فرس النهر والقرد الحبشي، وهيكل في الوسط هيكل الحوت وطور الخلاء والنعام والإميو والفيل، وانواع كثيره جدا من الهياكل العظميه موجوده عندنا في منتصف المتحف. طب هو الحوت ده لقوه فين؟ الحوت ده لقوه على شاطئ البحر المتوسط سنه 32، وجه هنا الجنينه، وطبعا تمت معالجته طبعا وتنظيفه طبعا، واخد فتره طويله مرمي على شاطئ البحر، فاخد فتره طويله لحد ما وصل للمنظر الطبيعي دوت. بالنسبه عندنا برضو عندنا الخرتيت وعندنا الفيل الافريقي، ودي كلها هياكل عظميه لمعظم الحيوانات اللي هي موجوده عندنا. كده بنكون خلصنا الحلقة الجزء الثاني من برنامج مصر جميلة، ونرجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بالمتحف وبالمعروضات اللي عندنا. Nothing compares to Egypt.